رمضان أهلا. وبطفي انوار الشقه علشان نقضي اليوم كله النهارده تحت عند حماتي ونفطر سوا مع بعض كمان. طبعا ما ينفعش اول يوم رمضان اكون في شقتي وتكون هي لوحدها، كله كده جاهز، ما يبقاش في تاخير ابدا. جينا بقى انا وحماتي جبنا الطبليه الصغيره دي ورحنا قاعدين كده على الارض، كل واحده فينا قاعده على كرسي، يعني عشان نعرف نملك الكرنب كويس ونعرف نقطعه. اجي من المطبخ الدور اللي انا مطلعاه بحطه هنا لحماتي وهي بتبدا تقطع ورايا. هي اللي قالت لي، قالت لي هاتي المقطع عبال ما انت تخلصي سلق الكرنب عشان نخلص بسرعه. فوالله العظيم بجد كان يوم حلو قوي. ايديهم في الاكله، تحس ان الاكله بقت كلها خير وبركه كده، تزودها مش تنقصها اساسا، وزي الفل. واتبقى مننا ورق كمان، رحنا جايين شايلينه كده في كيس وحاطينه في الديب فريزر عند حماتي. هنا بقى ولعت على دقارين البط، طبعا بعد ما اتنقعوا شويه عبال بقى ما حشينا وظبطنا، شطفتهم ورحت جايه مشوحاهم زي ما انتم شايفين في معلقه سمنه بقى، وحطيت حبهان وورق لورا وبصلتين ومستكه، ورحت ضربه يعني حبتين طماطم كده في الخلاط. حماتي ما بتحبش الطماطم تكون محطوطه مع البط وهي صحيحه، بتحب انها تكون مضروبه في الخلاط، واصفيها كده زي ما انتم شايفين عشان الشوربه تكون صافيه ونضيفه، ما يبقاش فيها تفل طماطم. هنا بقى عجنا، عملنا عجين علشان نعمل عيش او اللي هي الكماج، تمام، تكون سخنه بقى وحلوه كده على الفطار. ياه يا جماعه، يا بجد بتبقى حلوه قوي وهي سخنه، وحلوه قوي وهي على الفطار. فانا اصلا على ما نزلت لقيت حماتي جهزت اصلا العجين، فقعدت بقى انا وهي نكور كده كور بتاعه الكماج لما نيجي نخبزه، علشان كل واحده تكون قد التانية، ما يبقاش واحده كبيره وواحده صغيره، فاهمني؟ بس فهننزل بقى دلوقتي عند الفرن ونبدأ نسوي الكماج اللي هنعمله. وفي نفس الوقت البوتاجاز، البط متولع على البوتاجاز ومهديه عليه عشان بقى يطلع الشوربه بتاعته الحلوه كده الجميله دي، عشان اخد منها احط المحشي، تمام. فده كان يومنا بالترتيب، اللي هو كل حاجه كده ماشيه بالدور وكل حاجه ماشيه بالترتيب. فكان يوم جميل والله، من ساعه ما نزلت وانا ما قعدتش، اللي هو ما حسيتش كده بان انا مثلا اقعد وكده، لا، اليوم كان معدي بسرعه. زائد احنا كل حاجه اللي هو بخلص المحشي بنعمل البط، بخلص البط بنعمل الكماج، بنخلص الكماج بخش اعمل باقي الحاجات في المطبخ. لا، حماتي بتنزل تسوي، فانا بدخل اعمل السلطه او بشطب المواعين اللي في المطبخ عشان يجي وقت الفطار يبقى المطبخ نظيف، ما يبقاش فيه مواعين كتير، فاهميني؟ هنا طبعا بدأنا نكور زي ما انتم شايفين، وبنحط على الطبليه طبعا نظيفه، وبنبقى غسلينها ومسحينها الاول وحاطين عليها العجين نظيف على نظافه يعني. وبعد كده هنبدأ بقى نخبز على طول. الاول لازم نكوره ونسيبه شويه برضو دقيقتين 3 كده عشان الوش بتاعه ما يبقاش طري قوي ويلزق في ايدينا عشان نعرف نخبزه، وفي نفس الوقت اللي هو يرتاح من ان احنا نكور فيه، فهو لازم يرتاح برضو، تمام. عملنا جزء من العجين والجزء التاني لسه في الطشت، ومعانا بقى المكنه اللي هي بتاعه الخبيز، بس عاملينها اللي هي بتاعه اللي هي تكون العيش تخين ما يبقاش رقيق يعني. وبدأت بقى بصوا انا بخبز وبدي لحماتي تعمل على المكنه، انا بخبز وهي بتعمل ورايا على المكنه. ومعانا بقى الصينيه هناك هي على الكنبه، وبرضو قمت غسلتها كده عشان تكون نظيفه الاول، وبعد كده هنحط عليها العجين على طول، بس هنفرش برضو قماشه نظيفه ولا حاجه علشان العجين ما يلزقش في الصينيه. احنا عمالين ندور عليها، قلت لها فهنفرش بقى دلوقتي القماشه اهي، بتبقى قماشه ناعمه كده مثلا او قطن، بنفرشها على الصينيه ونبدأ نحط بقى طبقات. هوريكم دلوقتي احنا بنعمله ازاي. العيش ده او الكماج ده بيكون حلو قوي يا جماعه، خصوصا بقى لما يكون على الفطار كده، تحس ان الواحد مش عايز ياكل محشي ولا عايز ياكل رز ولا عايز ياكل اي طبيخ، وياخد مثلا كومو كده ويروح ياكله مع واحده كماج. يا سلام، بتبقى في حته تانية والله، بتبقى خفيفه كده وجميله وهي سخنه بقى يا ناري، تبقى حلوه قوي. كنت بصوا شامه الريحه بتاعتها وعماله وانا صايمه بقى، وعماله اقول اللهم اني صايمه اللهم اني صايمه، يا رب كملها على خير يا رب يا رب كملها على خير. بصوا ادي الكماج اهو، ده بيبقى الشكل بتاعه. خلي بالكم احنا بنحطه على ظهره علشان الوش ما ينشفش، لو حطينا اي عدل كده على اللي هو الوش يكون فوق والظهر تحت، الوش بتاعه هينشف، تمام. هنا بقى عبال ما عملنا الخبيز بتاعنا وظبطنا كده، دخلت اشوف البط استوى ولا لا، لقيته ما شاء الله استوى. وبصوا بقى يا جماعه مطلع السمانه بتاعته شويه شوربه، انما يستاهلوا فعلا بقكم. نجيب بقى حله المحشي بتاعتنا
انا خلاص شلت البط بما انه استوى. هحط بقى ايه المعيار بتاع المحشي. بحاول بقى ان انا اخد ايه السمنه كده من على الوش عشان المحشي يبقى سمين كده ويبقى كله دسامه فيدينا طعم حلو، وكله كده يعني على العين الكبيره عشان انجز اللي هو الحاجه معايا تخلص بسرعه، لان دي اكبر عين في البوتاجاز هي واللي في النص. فحماتي اصلا قافله الورق اللي هو بتاع البوتاجاز ده على العين اللي في النص، فبتقول لي استخدمي دي. هي سايبه بس العينتين اللي هي بتستخدمهم دايما، اللي هي اللي على اليمين واللي على الشمال اللي هم على الطرف، انما الباقيين مقفلاهم. تمام. بظبط كده المعيار اهو، بهز الحله عشان الشوربه توصل للمحشي من تحت، لان المحشي ساعات بيخدعنا، ومش ساعات، ده دايما بيخدعنا اساسا، اللي جامده قوي في ايه منه، فاهمني. هنا بقى نزلت بنص كيلو لحمه مفرومه على البصل والفلفل، وحطيت على فكره سنه توم مفروم عشان يديني كده ريحه حلوه، وهزود بقى ملح وفلفل اسود وبهارات لحمه وسنه شطه صغنونه عشان طلع قرن الشطه ده ما طلعش حراق اساسا. احط بقى ايه سنه شطه صغيره كده تدي بس يعني للعصاج طعم كده مشطشط على خفيف مش قوي يعني. بس كفايه كفايه كفايه، حماكي هيزعقلك يا سماح. حاضر. المهم هنا بقى دخلت لقيت طبق صلصه في التلاجة كده من تحت، فرحت جايه واخده منه معلقتين 3 4 5 لحد ما اللحمه بقت لونها احمر كده وحلو. بدل ما اقطع طماطميتين كده وتبقى سلطه وبتاع، لا لقيت صلصه فقلت ايه يلا ما بديهاش اسهل على نفسي. هنا بقى هاخد شويه شوربه في حله تانية على جنب. شايفين يا جماعه لون الشوربه بتاعه البط عامله ازاي؟ عايزه اقول لكم تشربي بس كده كبشه من الشوربه دي تحسي ان انتي خدتي طاقه كده وباور لسنه تانية قدام. هنا بقى خدت حوالي 3 4 5 كبشات. بصوا انا هنا البط بعد ما استوى رحت شايلاه في صينيه تانية بعيد عن الشوربه، عشان لو سبت البط في الشوربه وهو طبعا الشوربه بتبقى سخنه هيستوى اكتر او ممكن يتهرى. فانا اول ما البط بيستوي على طول بروح شايلاه، سواء كان بط او فراخ، اول ما بتستوى بشيلها، او حتى لحمه والله، عشان بتبقى الحاجه لسه سخنه. اللي هو مثلا الشوربه بتبقى طول ما هي بتستوي بتغلي، فبتفضل محافظه على درجه الحراره ان هي بتفضل سخنه لفتره طويله، فالاكل بيستوي اكتر. فانا مش عايزه ده، انا عايزه الاكل يبقى استوى بس من غير ما يتهرى. هنا بقى جبت لفه الرقاق اللي انا كنت جايباها اول امبارح، طلعت جبتها وقلت بقى اعمل صينيه رقاق. طبعا بط ومحشي ورقاق اكل مصري اصيل، واول يوم رمضان حاجه كده على الفطار اساسيه. الرقاق بقى يعني حاجه عظمه. ده يا جماعه رقاق ناشف، مش اللي هو الجلاش. الجلاش حاجه والرقاق حاجه تانية خالص، عشان الناس اللي بتقعد تتلخبط وتفكر ان ده هو ده بالنسبه للدول العربيه وكده. لا احنا عندنا في مصر الرقاق بيبقى فيه منه رقاق طري وفيه منه رقاق ناشف. ده الرقاق الناشف بصوا عمال يتكسر، فانا عماله الاقي العيش اب اللي هو نفخ وارتفع كده وبقى منفوخ. بصوا ما شاء الله شكله بيبقى حلو قوي قوي قوي. ده معناه ان هو بيكون العجين معجون صح ومخدوم صح ومخبوز صح، فبيطلع صح بمعنى اصح. يعني ايه اللي صح بمعنى اصح؟ انا بقول اللي هو بيطلع صح يعني ومظبوط 100%، فبيطلع معانا بالشكل ده. تعالوا بقى اوريكم اللي طلع دلوقتي في الطشت. بصوا شايفين ايه يا جماعه الحلاوه دي؟ بصوا شايفين كله ما شاء الله منفوخ واخد لون كده. ايه الحلاوه دي؟ بصوا شايفين الجمال يا جماعه، والله يفتح النفس فعلا. ريحته كانت قلب الدنيا. سبت حماتي بقى تكمل تسويه في الفرن، عشان احنا كنا دلوقتي بدأنا نجهز. احنا اول ما نزلنا الفرن كنا قبل المغرب حوالي نص ساعه، اللي هو عشان العيش يجي ناكله يبقى سخن. وكنت انا الحمد لله مخلصه كل حاجه قبل ما ننزل الفرن اساسا. طلعت بقى عملت طبق سلطه زي ما انتم شايفين، سلطه خضراء، طماطم على جزر على فلفل على خيار. ورحت جايه بدات انقلهم كده في اطباق صغيره. انا كنت اول ما عملت السلطه كنت حاطاها في طبق كده كبير، تمام. بعد كده بنقله بقى في اطباق صغيره زي ما انتم شايفين. بدات بقى اجهز كل حاجه عبال ما حماتي تيجي من عند الفرن اكون انا جهزت كل حاجه، تكون بس يا دوب على ان انا اغرف واجهز بقى كل حاجه على الطبليه. كان في الوقت ده اللي هو خلاص القرآن هيقول في المسجد. هنا برضو جبنه مخلل، ابو مالك نزل جاب مخلل مشكل، برضو قلت احط كده في الاطباق. طبعا الفطار بيحب كده مثلا يكون طبق سلطه خضراء، طبق مخلل يفتح النفس، فاهميني؟ حاجه كده هي مكملات، بتبقى حاجات بسيطه بس صدقوني بنحتاج لها فعلا بعد صيام يوم طويل يعني بجد. هنا بقى هجيب الملاحات واحط فيها شويه
فلفل كده ولا دقة ولا اي حاجة، وهحط طبعا ليمون علشان بقى اللي يحب يحدق كده. ساعات مثلا البط ده لما تيجي تاكلي اللحم بتاعه تحسي ان انت عايزه تحطيه في شويه كمون كده ولا فلفل، تحسي ان انت عايزه تطعمي اللحم يعني. وفي نفس الوقت لو عايزه تحطي مثلا ليمون على الشوربه، ليمون على السلطه، فيبقى الحاجه موجوده قدامنا عشان محدش يقوم من على الفطار. كلنا جعانين وعطشانين وهلكانين طول النهار وماشيين كده يعني ببركه ربنا. خلاص كده جهزت. بصوا بقى صينيه الرقاق طلعت من الفرن. طبعا بعد ما حماتي خلصت الكماج على طول دخلت الصينيه بتاعه الرقاق، يعني اتلهفت كده حاجه بسيطه، بس طبعا ده فرن قش اللي هو البلدي فده طبيعي يحصل. بس كانت جميله جميله جميله، اقسم بالله بمعنى الكلمه كانت حلوه قوي. هنا بقى انا بقدم في المطبخ، وحماتي جابت شفشق البلح باللبن من التلاجة، كنت حاطاه في التلاجة عشان يبقى ساقع كده ويرطب على قلبنا يعني. وبدأت هي تصب كده زي ما انتم شايفين. في الوقت ده بقى خلاص بقى اللي هو ايه القرآن كان بيقول. بدأت بقى انا جبت الطبلية وحطيت المخلل والسلطة وبدأت اغرف كده. وفي الوقت ده كنت بحمر البط على عينة البوتاجاز. تمام. فكله كده الحمد لله في وقته ومناسب جدا يعني، ما تأخرناش خالص. جبت بقى كوبايتين صغيرين كده عشان مالك وساجد برضو يعني يشربوا كده زينا، يعني مش هنبقى احنا صايمين ونشرب وهم عشان فاطرين ما يشربوش، لا. هنا بقى خلاص الأذان كان أذن وبدأت بقى أغرف زي ما انتم شايفين. بصوا يا جماعة المحشي وجماله وطعامته. الصف كده تحس ان هو يعني ايه ده الصف عايز ينزل كله من كتر ما هو مفلفل وجميل. بصوا شايفين المحشية كده يعني واخدة راحتها وفي نفس الوقت ماسكة نفسها، مفيش واحدة لازقة في اللي جنبها أبدا. المحشي مظبوط ظابطة على الميزان يعني زي ما انتم شايفين. لونه أحمر بقى وجميل، وشكل المحشي بصراحة يفتح النفس. وقدمنا بقى الفطار، وده كان شكل الفطار بتاعنا. وحمرت بقى دكارين البط وجبت الشوربة سخنة سخنتها عشان كانت بردت على فكرة، والسلطة بقى. وده كان فطار أول يوم رمضان عند حماتي، وكان يوم بجد حلو قوي. ان شاء الله بإذن الله نكرره تاني وتالت ورابع، مش بس أول يوم بإذن الله. بس كده وكده بقى يكون خلص الفيديو بتاعي النهاردة. مستنية طبعا تعليقاتكم تقولولي فطرتوا فين وفطرتوا ايه، ويا ترى يومكم كان عامل ازاي. كان يوم سهل كده وحلو ولذيذ وعدى بسرعة ولا كان صعب؟ طبعا بحط برضو من الكماج اهو. شايفين يا جماعة شكله سخن بقى ويفتح النفس ايه ما اقولكوش. طبعا حاطين اطباق كتير عشان يعني هنشيل دلوقتي الصواني بتاعة الكماج والحاجات اللي هي الكبيرة على الطبلية دي، ونبدأ نقسم بقى كل واحد يبقى قدامه كومه، يعني مش هنقعد نلف كده حوالين بعض بس. والبلح بقى باللبن وكله كده تحت السيطرة. اشوفكم بقى ان شاء الله في فيديو جديد بكرة. كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم وعلى الأمة الإسلامية جميعا. مع السلامة.